نجحت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين تحت إشراف رئيس المنطقة في كشف ملابسات قضية رحيل رجل كهل من متساكني مدينة القصرين بعد فترة من الغموض رافقت حالته الصحية منذ نقله الأول إلى المستشفى الجامعي بالقصرين ثم تحويله لاحقا إلى إحدى المؤسسات الصحية بولاية سوسة. وتفيد المعطيات التي توصلت إليها الأبحاث الأمنية بأن الزوجة وهي في الثلاثينات من عمرها دخلت في خلافات عائلية مع زوجها قبل أن تقوم وفق ما أقرت به خلال التحقيقات بجلب سكين من المطبخ وهي في حالة غضب هستيري، ثم توجهت نحو زوجها وحدث ما حدث مما استوجب نقله للعلاج قبل أن تتطور حالته الصحية لاحقا وتنتهي برحيله. وأظهرت التحقيقات كذلك أن الزوجة حاولت في مرحلة أولى إبعاد الشبهات عنها بعدما أكدت أن زوجها تعرض لعملية براكاج، وهي الرواية نفسها التي تمسك بها الرجل خلال سماعه من قبل الوحدات الأمنية أثناء وجوده بالمستشفى، حيث أكد بدوره أن ما حصل له كان بسبب مجهولين في محاولة منه لحماية زوجته، خاصة بعد أن عبرت له وفق ما كشفته الأبحاث عن ندمها وطلبت منه عدم كشف ما حصل. وفي سياق متصل قامت الوحدات الأمنية بإلقاء القبض على شقيق الزوجة للاشتباه في تورطه في التستر على القضية بعد توفر معطيات تفيد بأنه كان على علم بما جرى ولم يقم بإعلام المصالح الأمنية، إضافة إلى أن شقيقته أقامت لديه عقب الواقعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الزوجة وشقيقها في انتظار استكمال بقية الأبحاث والإجراءات القضائية المتعلقة بالملف.